كيفكن يا صبايا؟ يعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا فيكن بفيديو جديد. لا تنسونا بالإعجاب أو الاشتراك لو حبيتوا، فضلا وليس أمرا. هون كنت عم بجهز اللهم صلي على النبي حليب، وحطيت كابوتشينو وملعقة صغيرة قهوة وصار لونها كاكاوي، وحبيت هيك نشط حالي وبعطي طاقة إيجابية كتير. كنت مالة من ضغوطات المواعيد، قلت يلا بساوي هيك نشاط لحالي. وخلوكن معنا هيك أجواء الخريف، رحت على الأكشن وهيك شغلات هدول من زمان، بس هاي الصفرة اشتريتها جديدة من أكشن، وطلعت كله أجواء خريفي. قلت يلا يا مرة وساوي هيك أجواء خريفي لإلك، وأعطي طاقة إيجابية لحالك، والدنيا فاضية ما فيها شي، ما أنا مستاهلة. والله رحت على أكشن، شفت هيك شغلات حلوة، وأخذت كمان من شيئين. زبطت غرفة النوم لبنتي، دهنا الغرفة وزبطناها، وجبت فرشات، وجوه فرشات للمخدات واللحاف وهيك شغلات. وشغل بناتي، يعني البنات بيحبوا هيك شغلة. شو رأيكم فيه؟ خلوكن على خلوكن معي. هاي هي وصلوا لي البضاعة اللي وصيتهم. بنتي كانت كتير كتير مبسوطة فعلا. القماشة والنوعية كتير كتير ممتازة. أخذت كمان كنزة طويلة، وأخذت يعني شغلات كتير. قبل فترة كمان أخذت فساتين وهيك شغلات من شيئين. وهدول وجوه الحاف، واللهم صلي على سيدنا محمد. هاي هي، قلت مشان تشوفوا الرسمة منيحة هيك الصورة. اللهم صلي على سيدنا محمد. فعلا القماشة والنوعية هي بتجي مخدين والحاف، اللهم صلي على سيدنا محمد. وغير شكل النوعية أنا حبيتها بصراحة، وخاصة البرداية. وهالبضاعة اللي جبتهم من أكشين، اللهم صل على سيدنا محمد، دواء غسيل ومقلاية البيض وهيك شغلات بسيطة يعني. واللهم صل على سيدنا محمد. قال هالنوعية كتير منيحة. جبتها، وهاي مثل ما قلت لكم جبتها من أكشن كمان. هيك أجواء الخريف نزلوا مشاط. آه كل ما بروح بشتري تعليقات للأواعي. اللهم صل على سيدنا. حبيت هذه الشنتاية كتير كتير منيحة لبنتي. هي قماشتها مثل الجلد بتجي، وسعرها اللهم صل على سيدنا محمد أظن بالخمسة ستة يورو. أخذت هالعلبة كمان طبقتها لبنتي كمان. والبوت كمان من بنتي شافتها، فتحت يعني قطعت هاي الكرت تبعها. بس فعلا البوت كتير مرتب، بس والله أسعارها نسيتن. واللهم صلي على سيدنا محمد. كمان شو أخذت من مشط لإلي ولبنتي كمان، ومعها ربطتين كمان زهريات أخذت مشان تنبسط. وهذا لابني لأنه إن شاء الله 1/9 بده يروح على الروضة، ينضل يومين إن شاء الله لو الله عطانا عمر. هدول على الأساس يعني، بحط على الأساس يعني ما بحط مكياج، بس يعني هيك شهوة حبيتهم. وللمناسبات بصراحة يعني مناسبات، بس إنما مكياج وهيك ما صار لي فترة كتير من سنين ما حطيت بعد الظروف اللي مريت فيه. هدول للحمام ماتوا هيك. وهاي كمان أخذت وحدة لها. عندي طقم كامل فضي بصراحة. أخذت هيك شغلات وجرابات للمدارس لابني. هون اجينا قلت بدي ساوي هيك يعني. كنت مالي ما بعرف شو بدي ساوي. رفيقتي اتصلت معي قالت بدي اجي لعندك. طلعت هيك قلت هاي احلى ضيافة ومرتبة وانيقة. مهلبية بدون سكر، حطيت موز، واللهم صلي على سيدنا محمد تحلاية، وحطيت بسكوت كمان. هون بعد كسرت البسكوت سادة. أنا دايما مهلبية ما بحط إلا السكر، لأنه بحط مقابل يعني الفواكه تكون فيها سكر. وحطيت كريمة
وهيك يعني ضيافة كتير مرتبة وحلوة لما بيجوا عندك رفقاتك فجأة، وتعملي لهم هيك شغلات فعلا بتعطي شغلات مرتبة وراقية ولضيافة غير شكل. وهاي هي، انتو شو رأيكم هيك شغلات؟ كمان هدول أخدتهم، هدول طبليات من أكشن من زمان أنا أخدتها. وهاي هيك تقديم للضيافة، ويعطيكم ألف عافية. لو عجبكم لا تنسونا بالإعجاب أو اشتراك، وخلوكم دائما نشيطين، دائما متفائلين، دائما طاقة إيجابية، وخليكم هيك عندكم نشاط قوي للحياة، وتفائلوا. وإن شاء الله تكون أيامكم كلها فرح وحلو وسعادة، ويعطيكم ألف عافية، وأهلا وسهلا فيكم.